الله ما أحلاهم. لك شوفوا لي كل شرحة، لك كأنهم نازلين من الصيخ دغري. النبي شو هاد شاورمات، شوفوا لي على هاللون ما أحلاه وصلوا لي على النبي. لك ما أحلى من مناظر المحلات بذمتكن. حابين تاكلوا شاورما تركية ومالكم بتركيا، أنا رح جيب لكم إياها بطريقة بسيطة وسهلة لنص بيتكم، تسووها بإيدكم وعلى كيفكم بشغلات بسيطة وبالبيت. تعالوا لنشوف شو بيلزمنا مكونات لنطالع أطيب شاورما تركية ومن بيوتنا ونتحدى فيها كل المطاعم. شرفوا معي. أول خطوة بدنا نساويها، رح نقطع الصدورة. عندي صدورة دجاج، كيلو صدر دجاج. بدنا نقطعهم بحيث تكون القطع شرحات كبيرة، ما تكون قطعة صغيرة هيك تطلع برادة معنا. ناكل سندويشة كأنه هيك عم ناكلها بالمحل. بنحاول نخلي القطعة كبيرة قدر المستطاع. مثل ما شايفين بهي الطريقة. وكمان ما بدي القطعة تكون سميكة مثل الشيش، لا بدنا اياها رقيقة وبنفس الوقت تكون قطعة كبيرة. بعد ما زبطنا الصدورة وقطعناهم، شرفوا معي لنساوي تتبيلة على كيفكم. بيلزمني 3 معالق كبار لبن زبادي، عصير ليمونة صغيرة، طبعا بأي خلاط محضر الطعام بيصير، معلقة دبس فليفلة كبيرة، نص معلقة صغيرة زنجبيل، نص معلقة صغيرة فلفل أبيض، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة كمون. طبعا أنا المقادير كاتب لكم إياها بتلاقوني بصندوق الوصف. إذا ما متوفر عندكم خلاط أو كهرباء فيكم تعملوا هاي العملية وتخلطوهم على إيدكم. إذا متوفر عندكم خلاط أفضل. هلا بنقول يا رب بسم الله. هلا بنجيب هالتتبيلة. شوفوا لي لونها ما أحلى لك، والريحة يا جماعة بتشهي. شايفيني على هاللون ما أحلى. بنفضيها فوق هالدجاجات وبدنا نعمل لهم تقليبة على كيفكم. يعني بدنا نخلطهم تخليطة تحكي فيها الأمم. منقلبهم مظبوط، خلي الصدورة كلياتها تشرب من التبلة. الريحة يا جماعة شي غرام. وهلا بعد ما خلطناهم منغطيهم ومنحطهم بالبراد ساعتين زمان. تعالوا بقى لنظبط مع بعض هذا الصوص الأحمر اللي بتشوفوه وبدكم تعرفوا شو محطوط جواته. تعالوا هلا لقلكم شلون بيتساوى بكل بساطة، واعطيكم الخلاصة والسر تبعه. عندي هون 3 معالق كبار دبس بندورة، طبعا هون الكمية عندي لتر مي. بضيف عليهم معلقة كبيرة بابريكا حلوة، نص معلقة كمون، نص معلقة صغيرة، معلقة صغيرة أوريجانو. طبعا المقادير مثل العادة كلها بصندوق الوصف. ونص معلقة صغيرة فلفل أبيض. عندي 4 حبات هيل و4 حبات ورق غار. معلقة صغيرة ملح. وهلا بحركهم مظبوط وبخليهم ليتعقدوا. شوفوا لي على هاللون ما احلاه وصلوا لي على النبي. هلا ما نروح نحط البهارات، تروحوا هلا تحطوا لي البهارات وتطفوا تحتهم. خلوهم يبابقوا ويتعقدوا مع بعضهم على مهلهم
لبين ما تستوي الصينية خلوهم على النار عم يتعقدوا. الريحة شغلة خرافية. وهي الصوص الأحمر يلي طلبتوه على حبته وعلى أصوله. بعد ما مضى معنا ساعتين على التتبيلة شرفونا نشكل حالنا. عندي 3 معالق سمنة بدي ادهنهم بالصينية، صينية الفرن يلي بدي افرد الدجاج فيها. ندهن هيك السفل 3 معالق، 3 معالق كبار طبعا. هلا منفضي هالدجاجات. يا دخيل الله على هالريحة وعلى هاللون، يصلوا لي على النبي. نفردهم هيك فردة ظابطة، بس تضرب عليهم نار الفرن ويتأمروا تأميرة على كيف كيفكن، يعني مشان تاخدوا شغلة وترجعوا لعندي بالأخير. شوفوا لي هيك على هالمنظر. بعد ما جهزنا الصينية تبعنا بناخدها على الفرن. الفرن شغال عندي قبل بربع ساعة بس من فوق على حرارة 180. بدي خليهم لحتى يتأمروا من فوق. ليش شغال من فوق؟ مشان تضربهم النار بيستووا على مهلهم، السمنة بتقليهم من تحت وبياخدوا وش تأمير على كيف كيفكم من فوق. بنحط الصينية بالرف التحتاني وبنتركها على هينتها. بياكلوا بين 45 دقيقة للساعة حسب نوعية الفرن. وبشوفكم لقدام. استوى الذهب عنا يا بي. شرفوا شوفوا لي على هالمنظر. صلوا لي على النبي. اللهم صلي على النبي على هالريحة وعلى هاللون. شوفوا على هالتأميرة وعلى هاللون. لك شغلة بتاخد العقل. مسقسقين ومنغنغين. لك وشو بدي لكم؟ لك دخيل الله على هالريحة. وهلا على المقلاية الخبز اللي رح نساوي فيه السندويشة، خبز اللواش. بالمقلاية بنحط لنا هيك شوية صوص ومنسقسق هالخبزة فيه. اللفة اما مثل الاتراك. الاتراك بحطوا لها خضرة، غالبا اغلب المحلات التركية بتحط لها خضرة، وفي محلات بتحط لها مايونيز، شوية خس، شوية مخلل، شوية بندورة. هلا بناخد من هالشاورمات. شوفوا لي هيك على هالمنظر. لك ما احلى من مناظر المحلات بذمتكن. هلا بتاخدها هيك يا حبيب وبتلفها، او الطريقة الثانية بتحط لها شوية مايونيز. طبعا السندويشة أذواق وشوية مخلل. وبتاخد لي من هالشاورمات. لك دخيل الله ما أحلاهم. لك شوفوا لي كل شرحة. لك كأنهم نازلين من الصيخ دغري. وشو انت وقاعد ببيتك ولا طلعت ولا فتت. ولا بتسقسق هالسندويشات. طبعا التراك ما بيسقسوا، بس نحنا تجاوزا رح نسقسق. التراك ما عندهم شيء اسمه كريم توم، ما عندهم شيء اسمه سقسقة. بس نحنا اذا السندويشة مو مسقسقة ومنغنغة ما منحبها. نعملهم هيك كبسة صغيرة بايدنا مشان ياخدوا وش تأمير كامل. ولا بتشقلب. شوفوا لي على هالتأميرة وصلوا لي على النبي. اللهم صل على النبي. شو هاد؟ شغلة على الأمم. تبع المايونيز بندقها هيك، وحدة مايونيز ووحدة تبع دلال. شوفوا لي على هالمنظر وصلوا لي على النبي. ولا حبيتوا تبع الخضرة أكتر؟ انتوا اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. أنا بتحبوا أكتر خضرة ولا مايونيز ومخلل؟ هدول بتحتار بأنو بدك تبلش منهم.
لا تنسوا تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، أنو حبيتوا أكتر، هاي اللي شكلسناها شوي على الطريقة السورية ولا التركية بحت؟ وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك، زر اللايك ما بيكهرب، واشتركوا بالقناة إذا أول مرة بتشوفوني لحتى توصلكم الوصفات أول بأول. بشوفكم بفيديوهات جديدة. سلام.